في ملفنا الثاني. التوتر المغربي الجزائري يلقى بظلاله على القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الرباط، وعلى لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة قالت إنه لم يكن أي تواصل ثنائي نهائيا مع البلد المضيف. المغرب أعرب عن استيائه منذ البداية من الطريقة التي استقبل بها الوفد المغربي ومن التوتر الذي كان خلال الاجتماعات، خاصة وأن الجزائر رفضت الطلب المغربي بإدانة تسليح إيران لجبهة البوليساريو بالدرونات الحربية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاح هذه القمة، فإن حجم التباينات في القضايا الخلافية لم يصل بالدورة إلى الأهداف المرجوة. عن أي شمل عربي يتحدث البعض فور انتهاء القمة؟ وإلى أين تسير العلاقات بين الجارين الجزائر والمغرب بعد هذه القمة؟ نناقش بعد التقرير. رئيس الجمهورية الجزائرية انتهت قمة جامعة الدول العربية في دورتها 31 في العاصمة الجزائرية، وبدأت معها سلسلة انتقادات أهمها تعامل الجزائر مع الوفد المغربي، ناهيك عن عدم تحقيق أي أهداف تذكر على مستوى الملفات العربية الخلافية. رأى البعض بأن الجزائر حاولت إنجاح القمة بأي ثمن وحضور أكبر عدد من المشتركين فيها، إلا أن الملفات المتعلقة بليبيا وسوريا والصحراء لم تشهد أي اختراق ولا حتى أي تقدم، بينما اتهمت أوساط جزائرية المغرب بمحاولة عرقلة القمة. الخلاف المغربي الجزائري كان واضحا ومتوقعا بشأن تضمين البيان الختامي، نقطة تشير إلى إدانة دعم إيران للميليشيات المسلحة في الدول العربية. كما أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة احتج على قيام قناة جزائرية ببتر الصحراء من خريطة المغرب. الوزير بوريطة أشار عمق الخلاف بأنه لم يكن هناك أي تواصل، وبالكاد كان هناك سلام لمرة واحدة بينه وبين المضيفين لتنهي قمة لم الشمل دون أي أمل بأي تغيير على وضع عربي تميز بالخلافات قبل القمة، خلافات ستستمر بعدها. قبل بدء النقاش دعوني أن أشير إلى الخبر العاجل. الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار أو على بلدات في غلاف غزة. بالطبع يعني يأتي هذا بعد قبل قليل كانت هناك صافرات إنذار دوت في العديد من المناطق، والآن الجهاد الإسلامي يعلن تبنيه لهذه الصواريخ. وعودة إلى التوتر الجزائري المغربي، أريد أن أرحب بضيوفي ينضم إلي من عمان الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعربية الأستاذ عمر الرداد، أهلا بك. ومن الرباط الباحث بالشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور عبد الفتاح نعوم، أهلا بك. وينضم إلي أيضا المحلل السياسي الجزائري مقران حمدان. مرحبا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك مقران. يعني أستاذ مقران، قمة كان عنوانها لم الشمل، ولكن الجزائر لم تنجح في لم الشمل، وحتى أنها لم تستطع أن تتخطى خلافها مع المغرب، وحتى أنه كما ذكرنا الوفد المغربي يقول أنه لم يكن أي اتصال ثنائي خلال الاجتماعات بينه وبين البلد المضيف. كيف تعقب على هذا؟ مساء الخير وتحية للسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. الحقيقة أن الجزائر قامت بكل ما تستطيع من إمكانيات ومن قوة ومن طاقة ومن مجهودات دبلوماسية من خلال السيد عبد المجيد تبون والسيد رمضان العمامرة وزير الخارجية من أجل استضافة قمة عربية سيدتي الفاضلة لم تعقد منذ 4 سنين. يعني منذ 4 سنين ولم يجتمع العرب للجزائر. يعني هذا يعتبر نصر للدبلوماسية الجزائرية. اجتمع العرب رغم أن التمثيل، طبعا التمثيل الدبلوماسي اختلف ونسبة التمثيل اختلفت، ولكن عندما نقول غاب الأمير أو غاب ولي العهد ناب عنه وزير خارجيته، عندما غاب رئيس أو السلطان ناب عنه وزير خارجيته، عندما مثلا غاب رئيس المملكة المغرب محمد السادس نفس الشيء. بوبريطة ناصر بوبريطة يعني يمثل الدبلوماسية ويمثل الدولة المملكة المغربية،
وكانت له كلمته، وتم استقباله من طرف السيد رمضان عمامرة، استقبل كذلك أعطيت له الكلمة من طرف السيد عبد المجيد تبون. كان في أريحية، الإعلام العربي، كل القنوات العربية كانت تستجوبه بأريحية في قصر الشيراتون، في فندق الشيراتون. ولكن يعني الجانب المغربي يقول عكس هذا أستاذ مقران، يقول بأنه لم يكن هناك استقبال يعني يليق بوزير الخارجية ناصر بوريطة، حتى أن الأنباء تحدثت عن أن ناصر بوريطة كان سيقطع هذه القمة وسيعود إلى الرباط. لا وافقك في الرأي. أنا كنت ثم حاضر في كلوب دي في نادي صنوبر البحري، في صنوبر البحري، في ملتقى القمة في الشيراتون، وكانت له يعني مثل دولته، وكانت له الكلمة، وعبر عن انشغالاته، وعبر عن المشاكل الداخلية والمشاكل العربية، وكانت له استجوابات مع قناة BBC، مع قناة سكاي نيوز. طبعا هناك لقاءات ثنائية. طبعا الجزائر لا يمكنها حل المشاكل، والدليل على ذلك أن السيد بوريطة دعا السيد عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. الآن هل السيد عبد المجيد تبون يقبل هذه الدعوة؟ ننتظر ذلك ونتمنى أن يقبلها. السيد غياب الملك المغربي عن القمة لم يؤثر على ذلك، لأني قلت أن الدبلوماسية المغربية متمثلة في شخص محنك وهو السيد ناصر بوريطة، ولكن الجزائر نجحت في لم الخصوم. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نحل المشاكل العربية لأنها كثيرة كثيرة جدا. وسنتوسع في هذا بعد قليل. أستاذ مقران لو سمحت ابقى معي. دكتور عبد الفتاح، يعني أنا أعلم بأنك لا توافق ما طرحه أستاذ مقران، لأنه الجانب المغربي يتحدث عن وجهة نظر أخرى، ولكن ما الذي كانت تتوقعه الرباط؟ هل كانت تأمل بأن يعني يتم حل الخلاف بينه وبين الجزائر في هذه القمة؟ اهلا وسهلا بك وبضيفيك الكريمين. واولا كما قال حتى سي ناصر بوريطة وزير الخارجيه، المغرب لا مشكله له مع الجزائر مطلقا، لم يقطع معها العلاقات، لا ينظر الى الامور بهذه الطريقه، بل اكثر من ذلك انه منذ مارس الماضي، التوقيت الذي كان ينبغي قانونيا ان تعقد فيه القمه والتي تأخرت منذ إذن، والمغرب يعني حريص على أن تكون القمة ناجحة وأن تعالج القضايا الحقيقية، لكن للأسف منذ مارس وهي الجزائر تحاول أن تصرف أجندة القمة وأن تتلاعب فيها من خلال مجموعة من المعطيات، إلى أن جاء اجتماع القاهرة. واجتماع القاهرة وزراء خارجية العرب، وتحديدا الدور الذي لعبته كل من السعودية والإمارات والأردن ومصر من أجل إعادة الأمور إلى بوصلتها الصحيحة. بعد ذلك أيضا جرى التلاعب مع الاجتماع الوزاري التحضيري الذي سبق القمة وعقد القمة بيومين. كان هناك عرض لخريطة المغرب مبتورة من قناة جزائرية ادعت أنها شريك لجامعة الدول العربية، احتج على ذلك وزير الخارجية المغربي. بعد ذلك اعتذرت القناة وأصدرت جامعة الدول العربية بيانا تكذب فيه أن لها شريكا. بعد ذلك يعني لاحظنا يعني الأستاذ مقران للأسف يعني يسوق معطيات من عنده، يعني من خياله. في الحقيقة وزير الخارجية العمامرة لم يستقبل وزير الخارجية ناصر بوريطة. الرئيس عبد المجيد تبون كان هناك يعني 12 ثانية يعني في مصافحة باردة جدا يعني من رئيس الجمهورية. الأكثر من ذلك كان هناك يعني حتى إعلان من جلالة الملك لرؤساء وملوك الدول العربية الذين قاطعوا هذه القمة، وهذا مهم جدا وله وزنه في الدبلوماسية. لا يمكن أن تساوي بين حضور فعلي لرؤساء ومراء وملوك الدول العربية وبين تمثيلية وزراء خارجية. يعني هناك فرق، لأن قمة هذه لقاء قمة، يعني قمم أو رؤساء أو ملوك دول العربية ينبغي أن يكونوا ممثلين. ثم فوق كل هذا الأجندة ذهبت في اتجاه آخر، يعني كانت الدول العربية مجمعة على اتجاه معين. وفي الأخير أنا أقول أن قمة الجزائر فشلت، لكن قمة العرب نجحت، لأنه في النهاية البيان الختامي جاء بمجموعة من التأكيدات والقرارات، في مقدمتها إدانة ورفض التدخلات الأجنبية، في مقدمتها التدخل الإيراني، وأيضا حتى جميع المحاولات التي ترمي إلى المس بالسيادات الداخلية والوحدة الترابية للدول العربية. ومن يقوم بهذا يعني غير إيران والجزائر في العالم العربي بطوله وعرضه، يعني هذا معروف، يعني مواقف سياسية واضحة للقمة. هناك أيضا إشادة وتأكيد على الدور المغربي في ليبيا، يعني كل ما كانت ترفضه الجزائر
في البيان الختامي وفي النصوص القانونية التي ستصدر عن هذه القمة خرجت في النهاية بالصيغة التي كان ينبغي أن تكون فيها، لكن للأسف الجزائر خسرت صورتها الدبلوماسية لأنها تصرفت يعني بالله عليكم يعني الوفود الرسمية للإعلام الوطني المغربي كلها يعني رفضت وطردوا من المطار وعادوا. يعني وزير الخارجية المغربي اللقاءات الصحفية التي قام بها مع قناة العربية ومع قناة سكاي نيوز هذه كان يمكن أن يقوم بها من الرباط. يعني هل تعتبرون أنه هذا إنجاز دبلوماسي للجزائر أن وزير الخارجية قام يعني لقاءات تلفزيونية مع البي بي سي؟ ما يمكن أن يقوم بذلك من الرباط من مكتبه في وزارة الخارجية. هذا ليس إنجازا للدبلوماسية الجزائرية أصلا. فبالتالي هناك إخفاقات بالجملة وبالتفصيل للدبلوماسية الجزائرية في هذا الاختبار الذي أكدت فيه أنها تضبط بوصلتها الخارجية أو الدبلوماسية الجزائرية تضبط ساعتها على ساعة إيران وليس على ساعة العرب. وستوسع فيما يتعلق بإيران بعد قليل. دكتور عبد الفتاح، أستاذ عمر، كيف تقرأ التصريحات التي صدرت من الجانبين خلال القمة وبدأنا بالحديث عنها هنا مع ضيفي؟ يعني هل يدل هذا على أن الجانبين من الصعب أن يتجاوزان قضية الصحراء؟ مساء الخير لك ولضيفيك الأخوة المشاهدين. أعتقد أن المشاكل والخلافات بين الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية أعمق من أن تحل خلال جلسات القمة خلال 24 ساعة. في هذه القمة أن القيادة الجزائرية حاولت توظيف هذه القمة بحكم الجغرافيا وأنها تنعقد في الجزائر لأجندة جزائرية خاصة ضمن استراتيجيات الجزائر متناسية أو متجاوزة لحقيقة. صحيح أن الجغرافيا السياسية تلعب دور العاصمة التي يعقد بها اجتماع القمة العربي، لكن أعتقد كان مفروض من الجزائر لا أقول تنازلات، لكن أن تتناسى بعض الخلافات مع شقيقتها المملكة المغربية وأن تقدم وترسل بعض الإشارات ما قبل القمة، لأن مجالات الخلافات واسعة جدا حقيقة بين الجانبين. كان بإمكانها أن ترسل بعض الإشارات التي تخفف من الشكوك المغربية والتحفظات المغربية على كثير من الأمور الجزائرية. أدرك أن لدى الجزائر أيضا الكثير من التحفظات على السياسات المغربية، لكن لاحظنا منذ اليوم الأول لانعقاد القمة وحتى قبل الانعقاد الجلسة الافتتاحية كادت هذه القمة أن تتفجر على خلفية خارطة التي تتضمن الصحراء المغربية وكيفية نشرها، وهي قضية رئيسية، ثم تجليات خلال الحوارات والنقاشات حول البيان الختامي وما سيتضمن بخصوص التدخلات الإيرانية. أعتقد موضوع التدخلات الإيرانية طبعا كانت إلى جانب تدخلات التركية أيضا في الدول العربية والمناطق العربية الساحات العربية المختلفة. أعتقد أن هذا البند تجمع عليه أيضا يعني دول الخليج على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية. في الأردن هناك اتهامات بتدخل، المغرب اليوم تدخل على الخط، إيران موجودة بشمال إفريقيا في الأزمة الليبية وغيرها، وهناك تحفظ عربي حقيقة. لكن حافظت القمة رغم العبارات الدبلوماسية على هذا الانقسام العربي بين تياري ما يمكن تسميته بالاعتدال العربي وتيار الممانعة العربية. لكن اللافت للنظر حتى البيان الختامي وجعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والرئيسية، أعتقد هذا شيء إيجابي. وربما قلت في غير موقع أن العرب لأول مرة ربما يكونوا واقعيين وبراغماتيين في بياناتهم السياسية، بعيدا عن اللاءات وبعيدا عن فلسطين من البحر إلى النهر، يقبلون بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية. لكن حتى هذه الجملة والاتفاق على المبادرة العربية يطرح تساؤلات حول ما هي الفوارق بين الممانعة العربية والاعتدال العربي بالموقف تجاه إسرائيل. نعم. هذا الموقف عبر عنه بالبيان الختامي باعتراف من الجامعة العربية بوجود إسرائيل، وترك الأمر فيما بعد. أعتقد
لمجالات خارج اطار الدبلوماسيه وخارج اطار المواقف الحقيقيه. نعم استاذ عمر، ابقى معي لو سمحت. استاذ مقران، الجزائر خلال القمه رفضت الطلب المغربي بادانه ايران التي تدعم البوليساريو وتدربها على المسيرات كما ذكرت العديد من التقارير. لماذا لم يستغل الجزائر القمه للعمل على تهدئه الوضع بدل من تأجيج الخلاف وتعميقه؟ نعم، إذا سنعود إلى الأستاذ مقران بعد قليل. دكتور عبد الفتاح، في ذات السؤال وفي ذات السياق فيما يتعلق بإيران، يعني في نهاية المطاف هناك استقطاب، المغرب يحصل على دعم من إسرائيل ودول أخرى، والبوليساريو من حقه أن يحصل على دعم، وهذا الدعم يعني يتلقاه من الجزائر ومن إيران. كيف ترى هذا؟ واولا يعني ما علاقه المغرب مع اسرائيل او مع الولايات المتحده الامريكيه ومع هذه شراكات لدوله مع دول اخرى، يعني او دول اعضاء في الامم المتحده، وبالتالي لا يوجد دعم او غير دعم، هناك شراكات. يعني البوليساريو هذا تنظيم مسلح غير شرعي انفصالي، وضعه في القانون الدولي انه مجرم، لان الانفصال مجرم في القانون الدولي وبنصوص القانون الدولي. وبالتالي المشكل في البوليساريو هو ان الدوله التي تدعمه وتدعي انها فقط تتعامل معه من منطلق أنه مسألة تقرير مصير، وأن القضية توجد في الأمم المتحدة وفي اللجنة الرابعة، وهذه مغالطة، لأن القضية قضية أمن وسلم وليست قضية تصفية استعمار. يعني مجلس الأمن يبقي القضية قيد نظره منذ العام 75. وبالتالي أن تتمادى الجزائر في أن لا تتوقف فقط عند الدعم السياسي لبوليساريو، وصلت إلى مستوى أن تحشد له الدعم العسكري وتشتري له السلاح، ووصلت إلى مستوى التعامل مع دولة مارقة هي إيران وتشتري له طائرات مسيرة وتمنحها لهذا البوليساريو، وتأتي يعني تخلط يعني حتى يعني النظام الإقليمي العربي الذي تمثله مؤسسيا جامعة الدول العربية أصبحت تخلط يعني منظومة شرق أوسطية إقليمية فرعية تأتي بإيران من أقصى الشرق إلى الجزائر لتلاقي يعني بوليساريو بمشاكل الساحل والصحراء بأكملها، لتخلط الأوراق على المستوى الأمني والجيوسياسي. فبالتالي إيران يعني تضع أو الجزائر تضع يدها في النار وتضع يدها في عش الضبابير بهذه الطريقة، وتقوض أهل الأمن والسلم على مستوى المنطقة. فبالتالي لا يمكن أن يستقيم المقارنة بين هذا وذاك. للأسف الشديد وأنه الجزائر كل الادعاءات التي تدعيها وكل هذا التصعيد لا مبرر الغير المنطقي بدأته مباشرة بعد أن نظف المغرب معبر القرقرات من مرتزقتها نهاية العام 2020. منذ إذن وهم قد ثارت ثائرتهم، ومنذ إذن استشاطوا ويرغدون ويزبدون بهذه الطريقة تعبيرا عن أنهم يفشلون أمام انتصارات المغرب دبلوماسيا على مستوى الصحراء. ما هي أطروحة المغرب في الحقيقة؟ يقولون إذا كانت لديكم مواقف في موضوع مغربية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة فلنبقي النقاش على مستوى الأمم المتحدة. لماذا تخلطون الأوراق وتذهبون بهذا الموضوع إلى أي مكان؟ المفروض أن قمة عربية كان ينبغي أن تتفرغ للقضايا المشتركة بين الدول العربية وعلى مستوى العمل العربي المشترك. لماذا تأتون بموضوع الخارطة وتقحمون قناة تلفزيونية لا علاقة لها بكل الموضوع في اجتماع وزاري تحضيري، لنتفاجأ لاحقا أن الموضوع كله مجرد لعب ولعب صبيان في الحقيقة لا يرتقى لمستوى تعامل دولة تحتضن نشاطا دبلوماسيا. الجزائر في الحقيقة يا أخت لورين كانت في البداية تريد من هذه القمة أن تكون قمة جزائرية تدعو إليها العرب، والحقيقة أنها قمة عربية تعقد في الجزائر. وفي النهاية البيان الختامي صوب الأمور وأعادها إلى نصابها، لأنه البيان الختامي عكس كل ما كانت تريده الدبلوماسية الجزائرية من جعل هذا البيان يذهب صوب ترهاتها، بل يعني من يأتي بالقناة لكي تأتي بخريطة المغرب مبتورة. نعم دكتور عبد الفتاح، يشتغل على أن يكون هذا الموضوع موجود أيضا في البيان الختامي. أريد أن أعود لو سمحت إلى أستاذ مقران، كنت قد طرحت عليه سؤال يتعلق بإيران. أستاذ مقران، لماذا لم تستغل الجزائر هذه القمة للعمل على تهدئة الوضع بدل من تأجيج الخلاف، خاصة فيما يتعلق بإدانة إيران التي مستمرة في دعم البوليساريو وكما ذكرنا تدربها على المسيرات؟ لا، هذا خطأ سيدتي الفاضلة. ضيفك الكريم وما تفضلت به يعني غير صحيح. لا وجود وانا قلت في بلاطوكم الموقر عدة مرات، العلاقات الإيرانية الجزائرية علاقات عادية جدا، لديهم سفارة في الجزائر كباقي الدول، وخزعبلات
تجنيد حزب الله، وكأن حزب الله والولايات المتحدة يعني في كل مكان حزب الله يأتي لكي يدعم جبهة البوليزاريو. لا كونوا منطقيين شوية. يعني ليس من أولا هناك خلاف عقائدي. الجزائر لها خلاف عقائدي، مذهب هو مذهب سني، وبالتالي هي تحارب التشيع في الجزائر. لديها خطوط حمراء. القنصلية والسفارة الإيرانية في الجزائر لديها خطوط حمراء، لا للحسينيات ولا للتشيع ولا شبه ذلك. إذن كل ما يقال حول وجود إيران، وكان إيران هي الولايات المتحدة لديها بوارج ولديها قواعد عسكرية في كل مكان. يعني إيران تأتي وتدرب، يعني هذا كله هذا كلام مردود وليس له أساسه من الصحة، بل هو يعني كلام للاستهلاك المحلي في المملكة المغربية. صحيح هناك خطأ مثلا إعلامي فيما يخص خريطة المغرب، فيما يخص الصحراء الغربية، لكن تم تداركه ولا يعكس بيان يعني ما الصفة الرسمية للجامعة العربية. إذن كان بالأجدر يعني من الصعوبة، لأن الملف العلاقات الجزائرية المغربية يعني لا يمكن حله في ظرف يومين. سيدتي الفاضلة، القمة دامت يوم 1 من أول نوفمبر و2 نوفمبر، ولا يمكن حله. بل أنا كنت أحبذ أن تكون هناك، لكن لربما هناك من يقول أنه كانت هذه فرصة أستاذ مقران لربما لتغيير يعني التعامل الجزائري، وعلى ما يبدو بأنه الجزائر يعني غير معنية. لماذا غاب الملك إذن؟ لو كانت هناك نية صادقة من المغرب في حل المشاكل، لماذا ينزل التنزيل إلى مستوى وزير الخارجية؟ ضيفك الكريم يقول بأنه قمة النجاح القمة مرهون على مستوى التمثيل. لماذا لم يحضر الملك محمد السادس رغم أنه وجهت لديه دعوة؟ لماذا لم يحضر؟ نعم، لربما دكتور عبد الفتاح سيعقب على هذا السؤال، تفضل. لكن هناك العديد من الزعماء دكتور مقران لم يحضر هذه القمة أيضا. دكتور عبد الفتاح تفضل. يا أخي العزيز، يعني إذا كنتم عاملتم وزير الخارجية تلك المعاملة لم يستقبل بأي استقبال. ظروف الاستقبال لوزير خارجية كانت بتلك الصورة. زعماء الدول العربية كلهم، يعني حتى الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله، لا يمكن يعني أنتم لم تهيئوا الظروف الدبلوماسية المناسبة لاستقبال الزعماء والملوك العربيين. نكونوا واضحين أنكم فاشلون على هذا المستوى. ثم يا أخي الكريم، أنت تتكلم عن موضوع إيران. أمير موسوي الذي كان ملحقا ثقافيا في الجزائر للسفارة الإيرانية عاد بلا عضة لسانه يتكلم عنكم وعن نواياكم. لم يعد في الجزائر، لم يعد في الجزائر ودخل إلى بلده. هو الذي شوف يا أخي لا مقاطعة، رجاء أن يسمعني. أستاذ مقران لو سمحت. يا أستاذ مقران لم أقاطعك، رجاء أن يسمعني كما أسمعك. أمير موسوي قال بعظمة لسانه أنه معكم في نفس الخط، وأنهم قادرون على أن يدخلوا المعركة إيران مع حزب الله، وهدد المغرب من قناة لبنانية. وبعد ذلك يعني أمير موسوي هو الذي وضع الحجر الأساس للتشيع في الجزائر. أنتم اليوم لديكم برلمانيون في البرلمان الجزائري متشيعون، يعني أنتم لماذا تثيرون هذا الموضوع؟ يا أخي يوجد تقارير كثيرة تتكلم. لديكم علاقات إلى العظم مذهبية مع إيران، يعني اعترفوا. بالجزائر يا أخي لو سمحتما أريد أن أنتقل إلى أستاذ عمر. يا اخي انا لا اقاطعك يا اخي، لماذا تقاطعني بهذه الطريقه؟ انا لا اقاطعك. يعني الجزائر بجمله اخيره دكتور عبد الفتاح اريد ان الجزائر نعم، ولديكم علاقات مع ايران. علاقتكم مع ايران اصبحت مكشوفه. يعني لماذا انت تقول كلام عكس حتى كل ابواق يعني النظام العسكري؟ يعني احترم انك تحاول ان تتكلم بنوع من الرقي ومن اللباقه، لكن والله يا اخي مقران لو بحثت قليلا وكنت موضوعيا، نظامك متحد مع ايران ومتحالف معها ويجتر معها نفس الاسطوانات. طيب دكتور عبد الفتاح، وصلت الفكرة. لو سمحت أستاذ عمر، قلت بأن هناك العديد من الخلافات بين الجانبين. برأيك إلى أي مدى هناك تأثير للحرب الأوكرانية على هذا الملف؟ التوتر مع فرنسا لا زال قائما، هذا ما قاله وزير الخارجية بوريطة، كما وشدد على العلاقة الطيبة وتعزيز العلاقات مع الجانب الروسي. هل حقا يمكن للمغرب أن يتقرب من روسيا في هذه المرحلة وفي هذه الظروف الحالية والدولية؟
أعتقد إلى حد كبير جدا. يعني الضيف المغربي يتحدث عن سياسات المغرب أعتقد بشكل أفضل مني، وكذلك الأخ الضيف الجزائري عندما يتحدث عن الجزائر. لكن كمتابع السياسي واستراتيجي أعتقد المغرب قادرة على يعني هناك سجالات مع إسبانيا ومع فرنسا سواء من قبل المغرب أو من قبل الجزائر. هذه العلاقات تتسم ببراغماتية حادة جدا وفي إطار مصالح. الجزائر عملت مناورات عسكرية قبل فترة في روسيا، صفقات من السلاح بين الجانبين، لكن أيضا روسيا أعتقد أنها بحاجة إلى المغرب وتدرك الوزن الاستراتيجي للمغرب، وهي تبني علاقاتها أيضا مع المغرب وفق توازن بعلاقات مع الجزائر مع أن الجزائر رغم الاتفاق هذا مع روسيا الآن تصدر النفط بديلا. أستاذ عمر للأسف لم يتبقى لي الوقت.